لما رأيت الرجال يرمقونها بأعين يملأها الولا، اضطرب قلبي كأنه فرس جموح في ساحة الحرب. فقلت لنفسي يا ويحك يا قلب، أتغار من نسيم مر بثوبها، أم تغار من الشمس إذا لامست خدها، أم تغار من القمر إذا استقر ضوءه على وجهها. ثم نظرت إليها فإذا هي كالبدر في تمامه، وكالغصن إذا تمايل في الرياض، وكأن الجمال قد اجتمع فيها حتى ضاق به الوصف. فاشتدت غيرتي وقلت يا ربي كيف لي أن أحفظ قلبي من نار الغيرة، وأنا أرى العيون تتبعها حيثما سارت. إني لا أخاف عليها من الناس، ولكني أخاف على الناس منها، فإنها إذا ابتسمت أسرت القلوب، وإذا تكلمت أنصتت الأرواح، وإذا مرت تبعها الطرف قبل الخطى. ومع ذلك كله كان في عينيها وقار يصون الجمال، وفي سمتها عفة تزيده بهاء. فتنهدت وقلت ليست الغيرة إلا دليل محبة استوطنت القلب حتى أصبح يرى في المحبوب عالما لا يريد أن يشاركه فيه أحد. ثم سكنت نفسي قليلا وأدركت أن الجمال هبة من الله، وأن أجمل ما فيها ليس وجهها بل الأثر الذي تتركه في القلوب.